السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في اسماء في المطبخ. النهارده جايلكم بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو اول مرة تشوفيني من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. تعالوا كده نشوف. احنا اول حاجة بدأنا اليوم بالفطار. طبعا انا كنت مصورة لكم كده فيديو، مقطع يعني ان انا بحضر الفطار وبحمر البطاطس و... ويعني وبعمل الفول والبيض وكده، بس طبعا المقطع ده اتمسح مني، يعني ايه ما خدتش بالي. المهم يعني ان انا كده كنت ايه اول يوم بدأت ان انا ايه جهزت الفطار. عملنا بقى فول وبطاطس وجبنا طعمية وطلعنا الجبن اللي عندنا وعملنا بيض وفطرنا وبقينا تمام التمام. ده كده كان ايه اول اليوم. المهم بقى ايه، بس قبل ما نبدأ كده ايه تعالوا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بقالي كده يومين ما نزلتش فيديو، ان شاء الله كده هحاول ان انا اظبط نفسي بحيث ان انا احاول ان انا انزل لكم فيديوهات على طول. بس والله بيكون غصب عني ساعات، يعني بيبقى ابني مش ساكت او كده فبعمل الاكل بسرعه مش بلحق ان انا ايه اصور وكده. المهم بقى ان انا ايه بدأت اليوم زي ما قلت لكم بالفطار، وبعد كده قلت ايه قبل ما اطبخ او اعمل الاكل اخلي المطبخ الحوض يعني نضيف وفاضي عشان اعرف اعمل الاكل. فكان عندي المواعين بتاعه الفطار بس اللي انتوا شايفين ان انا غسلتها معاكم دول في 5 دقايق، يعني في اقل كمان من 5 دقايق. الطاسة بقى اللي عملت فيها الفول، وواحدة كنت عملت فيها البيض، والطبقين بقى اللي حطينا فيهم الأكل وكده. فيعني ما كانش أصلا، يعني أنا بنام مش ببقى سايبة أي مواعين عندي وكده. فايه شطفت بس كده الطبقين 3 اللي مكان الفطار، عشان كده الحوض ايه يبقى نضيف عندي، بحيث ان انا ايه لما اجي اعمل الغدا يبقى الدنيا تمام التمام. غسلنا بقى الحوض بتاعنا كده على السريع، والدنيا بقت فل الفل. اليوم ده بقى ايه كنت مطلعة، كنت عايزة اطبخ وكده، فايه نزلت جبت شوربة خضار، وجبت قلقاس. انتوا عارفين طبعا القلقاس من الحاجات الشتوية الحلوة، واصلا الخضار كله بيكون في الشتاء حلو يعني. فكنت جايبة بقى ايه خضرة وقلقاس، بس بصراحة لقيت ان القلقاستين كبار، فهقسم الخضرة وهقسم يعني ايه هستخدم واحدة بس من القلقاس مع حزمة واحدة بس من السلق وخضرة. لان اللي لو كنت عملت الاتنين كانوا هيكونوا كبار قوي علينا عشان احنا فردين يعني وكده. فرحت قلت بقى ايه ان انا هستخدم، يعني هجيب اول واحده من القلقاس واقشرها واقطعها واشوف الكميه بتاعتها عامله ازاي. لو لقيتها كويسه فخلاص انا ايه مش هقطع التانية، وده اللي حصل فعلا. جهزت كده اول واحده وايه وبدات ان انا اقشرها، وطبعا زي ما انتوا عارفين إن تقشير القلقاس وتقطيعه هو صعب شويه. فانا رحت قشرتها، وبعد كده رحت واخداها بقى على الرخامه كده على القطاعه، ورحت ايه بدات كده ان انا اقطعها عشان ايه ما تعورش ايدي وكده. والتانية سبتها في التلاجة، لفيتها في كده في كيس، ولفيت الخضرة بتاعتها في كيس مقفول، وبتفضل قاعدة عندي بالأسبوع الخضرة ما بيحصلهاش حاجة. قلت بقى يعني أسبوع كمان كده وراح عاملة التانية. عايزة أقولكم إن أنا من عشاق القلقاس، بحبه جدا وهو أصلا مفيد ومليان حديد، فاللي ما جربوش قبل كده أو اللي حاسس إن هو مش بيحبه لا يجربه هيعجبه جدا. حتى كمان جربوها بالطريقة اللي أنا هعملها، إن شاء الله هتبقى كويسة يعني بالنسبة لكم. المهم بقى مسكته كده على الرخامة وقطعته كذا صوابع زي البطاطس، وبعد كده رحت ايه بدأت ان انا اقطعه مكعبات. حاولي كده بس ان انت تظبطي ايدك بحيث ان ايه المكعبات ما تبقاش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فتلاقي حاجة استوت معاكي وحاجة لسه ناشفة. وبرده يفضل من اللي انت لو انت هتعملي قلقاس تجيبي واحدة كبيرة مش اتنين صغننين، عشان ساعات بيبقى السوا بتختلف، فبتلاقي لو سويتي اتنين مع بعض سواهم مختلف هتلاقي واحدة منهم مستوية والتانية ايه لا. فعشان كده يعني ايه حاولي لو انت تجيبي واحدة كبيرة لا هاتي واحدة كبيرة، ما تجيبيش ايه اتنين صغيرين. المهم بقى ايه دوشتكم بالقلقاس وانواعه، بس انا بحب اديكم يعني ايه المعلومة كاملة. المهم بقى كده ايه بدأت كده ان انا اقطع فيه اهو زي ما انتوا شايفين، وهوريكم برضو انا بعمل ايه عشان اتخلص يعني من المزلقة اللي بتكون فيه دي وكده. بدأت كده ان انا افضيه في طبق بلاستيك عشان اعرف بس ايه اللي اتقطع وايه اللي ما اتقطعش، وكنت مشغلة على النار كده مية دافية
عشان دي هي اللي هنقع فيها القلقاس. قطعت بقى كده كل الكمية اللي عندي اهي، ما شاء الله الواحدة كانت كافية جدا وعملت لي حلة محترمة، فعشان كده ايه ما عملتش التانية. المهم بقى ايه كده قطعت كده كل كمية القلقاس، وهجيب بقى المية السخنة اللي انا سخنتها على النار، وهنزل بقى كده بيها على القلقاس ومع نص ليمونة او ليمونة وسنة خل، وهبدأ كده ان انا ادعك القلقاس فيها في المية السخنة مع الليمون مع الخل، واسيبهم شوية واروح مصفيهم من المية واديها شطفة سريعة. بس كده هتلاقي كل المزلقة اللي في القلقاس نزلت في المية السخنة. عصرت كده الليمون زي ما انتوا شايفين، واخر حبة خل كانوا عندي في الازازة رحت ايه ضيفاهم كده على المية، وبدأت كده ان انا ايه اقلبهم كده كويس. وخلاص بقى ايه ركنته 10 دقايق، قلت ايه 10 دقايق كده بس كل اللي فيه ينزل في المية، وبعد كده اروح ايه شطفاه. وبس على كده. بعد كده رحت جايبه حزمه واحده بس من السلق والخضره، انا جايبه كزبره، وخدت شويه من الشبت صغيرين. شايفين ما شاء الله الخضره بتاعت الشتاء بتكون حلوه ومليانه وخضره كده، اي خضار في الشتاء بيكون حلو. المهم بقى مسكت الخضار ورحت ايه الخضره، ورحت قطعت الجزء اللي فيها من فوق وغسلته وشطفته وايه وسبته على جنب كده في الطبق. بعد كده كنت جايبة كيس كده فيه شوية شوربة خضار، يعني مش كتير. قلت عشان نعمل طبق كده، كنا عندنا برد وقلنا ايه محتاجين نعمل شوربة خضار. فجبت كده كوسيتين تلاتة على جزرتين تلاتة على شوية فاصوليا، وما كانش فيه بسلة، فاستكفيت بدول، حتى ما رضيتش ان انا ايه احط بطاطس. استكفيت بيهم عشان يعني الكمية ما تكترش معايا. المهم بقى ايه جبتهم وقشرتهم وغسلتهم وقطعتهم كده مكعبات، وبحاول في التقطيع ان انا اكبر تقطيعة الكوسة واصغر تقطيعة الجزر، عشان يعني انتوا عارفين الجزر السواي بياخد وقت شوية. فعشان انا حطاهم على بعض فايه اصغر الكوسة واصغر قصدي الجزر واكبر الكوسة شوية. وقطعت بقى الفاصوليا وشطفتهم ونقعتهم كده وحطيتهم في طبق. بعد كده رحت جايبه بقى اللحمه، كنت سايباها من بالليل كده بتفك مع نفسها. كان عندي كيس كيلو، فقلت ايه هطبخه يعني مره واحده وكده. المهم رحت جايباه، بدأت كده سبته يفك من بالليل، طبعا انتوا عارفين ان احنا في الشتاء، فايه فاللحمه بتاخد وقت عقبال ما تفك او اي حاجه عموما في الفريزر بتاخد وقت عقبال ما تفك. فرحت بقى اللحمه دي المره دي عجالي مش جملي، فان شاء الله مش هتاخد معايا اي وقت خالص. وبالفعل يعني عايزه اقول لكم ان هي ما كملتش ساعه على النار كانت مستويه، كان تقريبا كاني بسوي فراخ. المهم بقى رحت مسكت بقى اللحمه كده، رحت شديتها شطفه كويسه، وطبعا إيه انتوا عارفين ان احنا يعني اللحمه ما بتتغسلش كتير. اديتها شطفة كده، وبعدين رحت جايبة حلة على النار حطيتها بقى كده تسخن كويس، ورحت نازلة باللحمة. اديتها كده صدمة، وزي ما انتوا شايفين كده البخار اللي طالع منها. كل ما هتبقى الحلة سخنة معاكي كل ما هتدي اللحمة صدمة، فهتلاقي المسام بتاعتها اتقفلت على طول، ومش هتاخد معاكي وقت في التسوية. شايفين بقى ما شاء الله كده اللحمة اهي بدأت ان انا اشوح فيها. هنحط بقى التوابل بتاعتنا اللي نفسك فيها، اي توابل حبة او نكهات حابة تحطيها في الشوربة حطيها. انا هنا حطيت فلفل حب اللي هو الاسود، وحطيت ورق لوري وحبهان. لا ما كانش عندي حبهان. حطيت طماطم والبصل والورق اللوري والفلفل، ونزلت بقى كده ايه بعد ما شوحتهم نزلت بالميه السخنه. وهنحط بس ايه رشه سكر كده عشان ما تاخدش معايا تسويه، وهي اساسا ما اخدتش معايا بالظبط يعني ساعه الا ربع كانت اللحمه مستويه. المهم بقى كده ايه بدأت كده ان انا اديها تقليبة، وهغطيها بالغطا، وهوطي عليها خالص اول ما تغلي. وطبعا ايه مش هي دي بس المية اللي هسوي فيها، انا بس عشان مش عندي كتل، ف يعني ايه حطيت مية تانية تغلي وهروح منزلها فيها. المهم بقى هنا زي ما انتوا شايفين شوربة الخضار سايباها كده في المية. وهنا بقى التوم اللي انا ما كانت ماما عاملahولي وما كنتش فرمته، كان عندي بقى في التلاجة وكده، قلت لا لازم ان انا افرمه عشان ما يبصش معايا. رحت مطلعه بقى البرطمان اللي كان عندي فيه توم من الاول، بيبقى ايه ليه غطا كده بلاستيك صغير محكم. فرحت ايه كنت شايلاه، كنت غسلاه وشايلاه. فبدات كده ان انا امسك التوم حبه حبه وان انا ايه افرمهم كويس كده بالكبه. وهجيب بقى البرطمان وهعبي كل التوم اللي انا هفرمه، بحيث يبقى ايه جاهز عندي. اهو البرطمان زي ما انتوا شايفين كده اهو. فرمت كده اول كميه من التوم ورحت حطاهم كده في البرطمان، وطبعا ايه هنزق كويس كده بالمعلقه عشان خاطر ايه يعني البرطمان يعني يتملي معايا وكده. اهو كده زي ما انتوا شايفين.
بس هكمل بقى الكميه التانية بتاعت باقي كميه التوم. البرطمان ده بقى يفضل عندي، يبقى كده ايه حلو جدا، في اي وقت هتروح مطلعه بيفك على طول اساسا. اخد المعلقه، باخد المعلقه وبتفك معايا على طول وببدا اشتغل بيها. المهم بقى هنا ايه، كانت اللحمه اتسلقت فخدت منها شوربه، وبعد كده ايه ظبطت الملح بتاعها، وبعد كده رحت نزلت القلقاس بعد ما اديته شطفه من الميه السخنه، وغطيت عليه كده وسبته ايه ياخد غلوتين اتنين مش اكتر، لان القلقاس اللي اليومين دول في الشتاء ما بياخدش تسويه. بعد كده رحت جايبه بقى شوربه الخضار، صفيتها من الميه، وبعد كده رحت حطيت بقى الشوربه اللي هي محتاجاها برضو من الشوربه بتاعه اللحمه. وهسيبها برضو واغطي عليها وهدي عليها النار ايه تستوي مع نفسها. شوربه الخضار مفيده جدا، والخضار حلوه جدا في الشتاء اليومين دول. المهم بقى ايه، نيجي بقى للخضره. انا طبعا كنت ايه غسلتها وجهزتها، وادي التوم اهو زي ما انتم شايفين حطيته في البرطمان بتاعه ينفعني بقى في اي حاجه. هنا بقى كنت ايه مسكت بقى الخضره، بدات كأن انا اخد حبه حبه واديها سنه ميه بسيطه عشان تمشي لي بس الايه الكبه، وراح قافله وراح ايه ضربه الكبه. طبعا في ناس بتخرطها بالمخرطه، في ناس بتعملها في الخلاط. انا بعملها بالكبه. الخلاط والكبه نفس يعني ايه بيدوا نفس النتيجه تقريبا. وعايزه اقول لكم ان الثلاث طرق بيدوا نفس النتيجه، بس ايه كل واحد على حسب ما متعود. المهم اهم حاجه يؤدي لان انت تفرمي الخضره فرم ناعم، وكمان ان انت تتخلصي من اي ميه فيها، وهقول لكم دلوقتي هتخلص منها ازاي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كنت بضرب شويه وسنه ميه وايه واضرب بالكب لغايه بقى ما اخلص كل كميه الخضره. وطبعا انا قلت لكم ان انا ايه قسمت الخضره بالنص، زي ما انا ايه استخدمت واحده بس من القلقاس اهو كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ان انا اضرب بقى كل كميه الخضره، ولو حسيت ان في اعواد عندي هتخلص منها. اهو شايفين الخضره ما شاء الله اتهرت معايا، وهنتخلص برضو من كل السوائل اللي فيها دي دلوقتي. هاخد اخر حبه كده من الخضره. هنا بقى كان في اعواد وكده فقلت ايه ان انا اشيلها. المهم بقى كده ايه فرمنا كده الخضره كويس، وتعالوا بقى ايه نبدا ان احنا نصفي الميه اللي فيها. هنصفي بقى الميه اللي فيها اللي فين، طبعا دي ميه الخضره ومفيده جدا، وطبعا مش هنتخلص منها ونرميها. هنجيب بقى الحله بتاعه القلقاس وايه، وهنبدا نصفي فيها الميه اللي هتنزل من الخضره. هوريكم برضو انا بستخدم الطريقه دي بصراحه على طول، حلوه جدا. هتشوفوا النتيجه بتاعه القلقاس عامله ازاي. بصوا كده جبت مصفى ونزلت عليها الخضره، وبدات كان انا اصفي اي ميه بتنزل من الخضره اروح منزلها كويس على القلقاس. شايفين اللون الاخضر الحلو اللي نزل على القلقاس من قبل بقى ما نطش ومن قبل اي حاجه. المهم بقى هتخلص من كل الميه اللي موجوده في الخضره، وهنزل بقى بالخضره ناشفه كده على طاسه. الطاسه دي يعني هي اللي ايه اللي انا هبدا ان انا اشوح فيها يعني الخضره وكده. خلصت بقى كده الخضره اهي زي ما انتم شايفين. هنقلب بقى القلقاس، شايفين اللون بتاعه بقى اخضر وحلو ازاي. هنيجي بقى على النار، جبت بقى ايه الطاسه على النار، حطيتها وشغلت عليها وسبت كده ايه تتبخر كده، بحيث ان هي ايه لو فيها اي ميه تنشف. وبعد كده فتحت كده فتحه في النص، وحطيت كده ايه معلقه او معلقتين كبار من الزبده. انا استخدمت زبده النهارده مش سمنه، قلت ايه عشان القلقاس يبقى طعمه حلو وكده. سبتها بقى تسيح شويه، وبدات كان انا اشوح الخضره. طب التوم انا ما حطيتوش في الاول مع الخضره، لان انا لو كنت حطيته مع الخضره في الاول التوم كان هيحمر، والخضره كانت هتبقى لسه ايه فيها ميه وكده، ولسه ما اتعملتش ما اتحمصتش. فعشان كده انا ايه بضيف التوم في نص المرحله. هنا بقى قلت اضيف حته زبده كمان، وهقلب وهسيبها بقى وهدي عليها واسيبها مع نفسها خالص لغايه ما ايه تتحمص معايا. وهتشوفوا برضو ايه في الاخر هتوصل لازاي. بصوا هنا كانت بدات شويه ان هي ايه تتحمص معايا. انا بقى شغاله بقلبها يعني. وجبت بقى معلقه من الثوم المفروم اللي احنا فرمناه مع بعض، وحطيتها برضو في النص كده، بحيث ان انا ايه وديتها سنه زيت بسيطه قوي، بحيث ان انا ايه اقلب الثوم. تعالي معلش. بحيث ان انا اقلب الثوم مع الخضره. اه سبت هنا بقى زي ما انتم شايفين كانت الخضره خلاص اتحمصت معايا وبقت تمام التمام. شايفين لونها غمق ازاي. ولما تسيبيها لغايه ما تحسي ان ايه عملت صوت كده خشوله كده في الطاسه، بس خلي بالك ان هي تتحرق منك عشان ما تمررش. المهم بقى هنا ايه كنت خلاص بقى الخضره كانت تمام معايا. هبدا بقى كده ان انا اتشها على القلقاس، وكنت خلاص اديت القلقاس ايه غلوتين. هجيب بقى كده الكبشه عشان ناخد كل الخضره اللي موجوده في الطاسه دي.
شايفين بقى القلقاس ما شاء الله بقى لونه عامل ازاي، حلو جدا. خلاص بقى كده ايه القلقاس بالنسبه لي انتهى. هديله بس غلوه واحده كده مع الخضره وخلاص بقى تمام التمام. هسيبه بقى كده ايه ياخد الغلوه بتاعته. وتعالى بقى نشوف ايه الخطوه اللي بعدها هنعمل ايه. هديله بس كده ايه وغلوه واحده على النار. شايفين ما شاء الله لونه حلو جدا. لو طبعا هتظبطي الملح بتاعك لو هو ايه ناقص ملح او حاجه. تعالوا بقى هنا بقى ايه احنا عملنا شوربه الخضار وعملنا اللحمه وعملنا القلقاس. قلنا بقى نجهز الرز. جبت بقى الحله وحطيت فيها زيت على النار وبدات كمان انا اشوح الشعريه لغايه ما تحمر معايا. وكنت بقى ايه بغسل في الرز وسبته ايه يتصفى كده لغايه ما ايه ما الشعريه تتحمر معايا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده خلاص الشعريه اخدت اللون اهي. هبدا بقى كده ان انا ايه اضيف الرز واشوح بقى الرز مع الشعريه. هشوح بقى كده الرز مع الشعريه لغايه ما يتشوح معايا وبعد كده هضيف له الميه. هنا بقى اهو زي ما انتم شايفين كده هضيف بقى كده الميه للرز واظبط الملح بتاعه وبرده كده الرز يكون ايه خلص معايا اهو زي ما انتم شايفين كده بقى كله تمام التمام. اظبط الملح بتاعي بس الحاجه زي وبكده خلاص يكون الرز كمان خلص معايا. هسيبه بقى يغلي وهدي عليه النار خالص. وهنا بقى كان خلاص الاكل استوى معايا. اللحمه خلاص بقت تمام والقلقاس وشوربه الخضار والرز وكله بقى تمام. هبدا بقى كده ان انا هغرف اللحمه. غرفت يعني كده على قد ما هناكل لان طبعا انا كنت مسويه كيلو. وهغرف برضو كده طبق شوربه خضار. زي ما قلت لكم شوربه الخضار مفيده جدا الفتره دي للبرد وكده. هجيب بقى بعد كده طبق تاني عشان ابدا اغرف القلقاس. شايفين بقى اللون بتاعه عامل ازاي ما شاء الله اخضر وحلو جدا. واصلا اليومين دول شتاء فهو يعني الموسم بتاعه فحلو جدا. وهجيب بقى اللحمه عشان اللي عايز ياكل يعني لحمه جوه القلقاس كده هياكل يعني. وخلاص بقى كده ايه غرفنا القلقاس وغرفنا شوربه الخضار وغرفنا اللحمه. فاضل بقى اخر حاجه هنغرف الرز اهو زي ما انتم شايفين كده. الرز كان ما شاء الله لسه كنت قافله عليه وكان لسه سخن يعني. فغرفت بقى كده اطباق الطبقين يعني على قد ما احنا هناكل وكده. طبعا الاكل اللي هيتبقى هيتبقى لتاني يوم. كده كده انا مسويه يعني ايه لحمه على قد اليومين. زي ما انتم شايفين كده اهو الرز مفلفل وزي الفل. خلاص بقى كده جهزنا الغدا بتاعنا. عملنا الرز وعملنا شوربة الخضار وعملنا القلقاس وعملنا شوربة الخضار. وكمان حطينا بقى طبق مخلل. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله ويوم جديد والسلام عليكم ورحمة الله.